ايه اللي بتعمليه ده؟ في ايه؟ انت جنيتي في عقلك ولا ايه؟ ايه بقى ان شاء الله؟ مخليه كمان البنت تغسل لك رجلك؟ فيها ايه يعني؟ والله يا بنتي ابدا. كانت الخدامه اللي جابها لك ابنك بقى ولا ايه؟ يا بنتي والله ابدا، ده انا صعبت عليها يا امين. ايوه شغل بقى السهوكه والنحنحه والسلبطه دي اللي انت بتبقي فيها خلاص هتموتي. يا عظمي يعني. صباح الخير يا ام. صباح النور يا باسم. ايه عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يابا. ده انت باين عليكي لسه تعبان. مين انا؟ لا يابا، ده انا حلوه الحمد لله كويسه. حلوة ايه؟ انت مش حاسه بنفسك؟ ده انا سامع صوت الهات من جوه. ايه اللي حصل؟ فيه ايه؟ والعلاج ما جابش نتيجه ولا ايه؟ لا يا ابني العلاج لا. لو كده نغير الدكتور. لا يابا حلو، كتر خيرك يا ابني انت واخوك، والله الله يديكوا الصحه. طب انا مش هروح الشغل بقى ايه وخليني جنبك النهارده ايه لو احتجت حاجه. قوم يا باسم روح اتوكل على الله يا ابني، شوف شغلك. ياما خليني جنبك تحتاجي حاجه، انت مش قادره تقوم من مكان. لا يابا الله يعينك على اللي انت فيه، انت عليك ديون وبتجهز في شقتك، الله يصلح حالك يا ابني. يا رب. طب بقول لك ايه، انا نعم. هكلم وليد يبعت لنا سندس بنته تقعد جنبك برضه ايه تراعيكي. ولا سندس ولا غيره عشان ما تجيبلهاش الكلام مع امها، الله يبارك لك. انا عارف ان امها لا ما بتستحملش انها تخدمك ولا حتى تناولك بق ميه. هكلم وليد يبعت لنا البيت وهتبقى جنبك. بلاش يا باسم بالله عليك يا ابني بلاش. يبقى بس على الله، وانا كده ساعتين ان شاء الله وهستاذن بالشغل وهجيلك واقضي معاكي بيت اليوم وهي تبقى تروح. يا ابني بلاش. خلاص بقى ما تشيليش هم حاجه. عايزه حاجه؟ سلامتك يابا. سلامتك. الف سلام عليك يا ام. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عظمي يا عظمي ياني. يا سندس يا سندس، ايه ده؟ راحت فين البت دي؟ يا بنتي يا سندس، ايه ده؟ المفروض ان هي كانت تبقى هنا في البيت. حاجه غريبه قوي. نخش ابص عليها جوه. يا سندس. يا سندس يا رجلي يا اختي يا رجلي. طب يا تيتا انا شايفاكي من بدري عماله تقولي ومش باين عليكي اساسا التعب. ارن على بابا طيب؟ لا يا اختي ترن على ابوكي ليه؟ هو قال لي لو تيتا تعبت رني عليا. كتر خيره هو وعمة باسم، ده صارفين عليا مصاريف، لا دكتور يعني بيجيب نتيجه ولا علاج بيجيب نتيجه. يا تيتا خلاص ستك عجزت رجلها والقبر. اسكتي يا سندس اسكتي. ذاكري. قولي لي ارن عليه. ذاكري. مفيش يا تيتا، هرن على بابا يجي بدل ما انت تعبانه كده. مش مكسوفه والله، بس والله ما في حاجه بتجيب نتيجه يا بنتي. طب انت ايه اللي تعبك طيب؟ رجلي ورمه قد كده ووجعان من كتر ما بقول يا سندس، دماغي حاسه ان فيه صاروخ طالع منها، مش قادره. طب بس انا لقيت حل. رجلي ودماغي يا اختي. انا هجيب لك ميه وتحطي رجلك فيها ماشي يا بنتي؟ ذاكري يا تيتا، مالكيش دعوه بس ادعيلي انت وربنا يسهل. ربنا ينجحك يا بنتي، ربنا ينجحك يا سندس ويهديكي لابوكي، واللي بتعمليه معايا يا سندس ده هو يقعدهولك في ميزان حسناتك ويقعدوا لابوكي في ميزان حسناته، ويهدي امك يا بنتي عليا يا رب. الله يهديكي يا امينه عليا. الله يهديكي يا امينه. تعبت نفسك يا سندس. ارفعي رجلك ارفعي نفسك كده. تسلمي يا بنتي تسلمي. الله يسترك الدنيا واخره يا بنتي يا رب. الله يسترك يا اختي. يا بنتي يا سندس. هو ايه رجلك ورمه اساسا يا تيتا؟ رجلي دي اكتر، رجلي دي اكتر يا بنتي يا سندس، مش قادره. ياني معلش يا تيتا معلش. ياني مش قادره يا سندس. كتر خيرك يا اما كتر خيرك. ازود لك ميه تاني؟ لا حلو. بنت يا سندس، بنت. ايه اللي بتعملي ده؟ في ايه؟ انت جنيتي في عقلك ولا ايه؟ ايه بقى ان شاء الله؟ مخليه كمان البنت تغسل لك رجلك؟ وفيها ايه يعني؟ والله يا بنتي ابدا. كانت الخدامه اللي جابها لك ابنك بقى ولا ايه؟ يا بنتي والله ابدا، ده انا صعبت عليها يا امين. ايوه شغل بقى السهوكه والنحنحه والسلبطه دي اللي انت بتبقي فيها خلاص هتموتي. يا بنتي والله ابدا يا اختي بقى بلا والله بلا مش والله. قومي يا بنت. يا ماما فيها ايه طيب؟ ما بابا عارف ان انا هنا. اخرسي خالص. انا لازم اعيد ربايتك. وليد اللي بعتها والله يا بنتي، وليد هو اللي قايل لها يا امينه. انا ماليش دعوه بوليد، دي بنتي وتعمل اللي انا اقول عليه مش اللي وليد يقول عليه ان شاء الله. سامعاني ولا لا؟ والمنظر اللي شفته ده اياك يحصل تاني ولا يتكرر. يعني؟ وطالما مش عاجبك بقى بنتي وبربيها. ربنا يا امينه ولا ايه؟ وهربيها قدامك. سامعاني يا ماما كده؟ اياك اشوفك تعملي حاجه زي كده تاني. انت اتجننتي بتضربي البت قدامي؟ بضربها بقى قدامك وقدام اضخم تخين كمان لو ما كانش صدقني عاجبك. انت انسانه مش محترمه. طب
طيب الانسانه بقى اللي مش محترمه دي مش هتخليها تخش لك بيت ولا تعتبه لك تاني، واعلى ما في خيرك ابقي اعمليه. روحي مع عمك يا سندس. يلا. خد الكشكول بتاعك يا بنت ذاكري يا بنت. كشكول يا اختي، خد يا موكوسه الهم. ها اديني غيرت اهو بعد ما فرهطتيني انت وستك يا اختي. بقى انت يا بت انا نازله سايباكي هنا في البيت وقايله لك تقعدي تتهببي على دماغك تذاكري. ايه اللي يوديكي عند ستك انت؟ بابا اللي قال لي. بابا؟ كلمتي انا في البيت ده اللي تتسمع مش كلمه ابوكي يا حبيبتي. لا ويا ريتك راحه وخلاص. وايه يا اختي الجردل والميه والدعك في الرجلين اتوكسي اللي ما بتعملي كده لامك. وفيها ايه يعني يا ماما؟ وفيها ايه؟ دي تيتا يعني واحده كبيره يا ماما، ما فيهاش ايه. اخرسي. انا قلت مفيش نزول ولا في مروح عندها يبقى كلمتي تتسمع، وسايباكي ملقوحه هنا في البيت. ايه نزلك؟ ها؟ عشان ما عرفتش اربيكي يبقى يتكرر تاني يا سندس، ولا المحك كده تقولي رايحه هناك، ولا دماغك تسولك كده. والله اللي عملته فيكي النهارده هيبقى اكتر منه، سامعه ولا لا؟ ماشي. كسر رقبتك. قومي يا بت نجار يا بت، خدي الفلوس من على البوفيه وانزلي هاتي لي الطلبات اللي مكتوبه في الورقه يلا من تحت. يلا حاضر. يلا يا اختي عشان اعمل لكم الطفح لا تطفحيه بعيده. ماشي. قال ايه تدعك لي وتغسل لي رجل ستها؟ ده اللي كان ناقص. خدامه ببلاش هي. حرق دمكم. يا عم باسم. ازيك يا سندس عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه ما رحتش لتيتا ولا ايه؟ انا لسه كنت عند تيتا بس طب هي عامله ايه دلوقتي؟ تمام كويس، بس هي كانت رجلها تعبانه شويه وحطيتها لها في ميه، وماما جت وشافتني وزعقت لي امك؟ عشان كنت حاطه رجلي تيتا في ميه وكنت بغسلها لها، مع اني مش عارفه فيها ايه بصراحه. هي كان شايفاها تعبانه فقلت اعمل لها رجليها عادي، دخلت ضربتني وزعقت لي. ماشي ماشي يا سندس. هو ابوك فين؟ هو تحت. طيب لما تقابليه خليه يرن عليا. حاضر. روح انت يا حبيبتي. ماشي. ايوه خلاص انا خلصت الطلبيه والدنيا كلها تمام. على الله ربنا كريم. ماشي سلام. السلام عليكم. يا بابا عامل ايه؟ ايه يا سندس عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ايه امال تيتا عامله ايه؟ كويس الحمد لله. امال انت نزلت من عندها امتى؟ ده انا نزلت من عندها صح افتكرت. عم باسم عايزك وقال لي لما بابا يجي خليه يكلمني. سيد عمك بس مرن عليها بس كان معايا شغل ما عرفتش اكلمه. بعد اذنك بابا انا هخش اذاكر. طيب ماشي. الو. ايوه باسم. ده كل اللي حصل يا عم وليد وعلى لسان سندس بنتك. يرضيك اللي حصل ده؟ لا طبعا يا باسم ما يرضيش حد طبعا. ازاي اصلا امينه مراتي تعمل حاجه زي كده اصلا؟ مش عارف هي امينه مش بكفيها ان هي ما بتنزلش؟ ما تسيب يا عم بنتك، وبعدين دي امك بتحبها والبت بتحبها هي كمان، ما تسيبها. سهله يا باسم سهله. يا امينه. امينه. ايوه يا وليد. تعالى عايزك. نعم. اهلا يا باسم. ازيك يا امين؟ الحمد لله. انت ايه اللي انت عملتيه مع عمي ده؟ عملت ايه؟ ايه اللي عملت ايه؟ خير يا وليد في حاجه؟ ما انتش عارفه اي حاجه خالص؟ لا مفيش حاجه حصلت. تطلعي تنزلي البنت من عند امي ينفع؟ وتتكلمي وتهيني امي وتزعقي معاها وتتكلمي باسلوب مش كويس؟ بنتي وانا حره. بنتي وقلت لها انزلي شوفي مذاكرتك، ولا انت عايز البنت بقى تسقط وتقعد تمرد في امك تحت؟ انت مالك؟ انت دخلك ايه؟ ازاي دي بنتي؟ ايه اللي انا مالي يا وبنت انا كمان. خلاص والبنت عندها مذاكره وايام امتحانات، يعني ايه بقى قايله لها اقعدي وذاكري اجي الاقيها عند ستها لا وايه قاعده تدعك لها وتغسل لها في رجليها؟ ان شاء الله يبقى هات لامك حد يقعد بيها يا وليد طالما انت خايف عليها كده. انا هجيب لام واحده تقعد بيها عادي مفيش مشكله طالما ده يريحك. طيب. بس هجيب واحده مكانك، مش هجيب واحده خدامه لامي. بنتي وانا حر فيها، وبنتي ما بتعملش حاجه غصب عنها. عيب مش كفايه ان انت ما بتنزليش تخدمي امي؟ لان انا ما طلبتش منك، خدمه امي مش فرض عليكي.
ده شرعا، انا ما بخالفش الشرع. طب كويس انك عارف كده. بس ولا البنت فرض على البت بقى. مالكيش دعوه بقى، البنت بتعمل برضاها، بتخدم امي برضاها، لا، بتقعد هي بنتي- بتحبها. بنتي ما تعرفش مصلحتها، بنتي عندها مذاكره وعندها امتحانات، يعني ايه هي حره؟ بنتك اشتكت، امي بتسيبها اللي وراها واللي قدامها وبتجيبها تقعدها وتقول لها تعالي اعملي غصب عنك، ولا بنتك اللي بتحب قعده ستها؟ تبقى تحبها في الاجازه ان شاء الله. ما تشغليش بالك، دي امي خلاص. خلاص اقعد انت مع امك. يا ست انت مالك، انت ما تبقيش مستفزه. وبعدين بقى يا وليد بقى، هو ايه اللي حصل لكل ده؟ هو عشان باسم جه قال لك كلمتين هتقلب عليا؟ لا، بنتك اللي زعلانه مش باسم. باسم لو هيزعل على زعل امه كان هو اللي اتصرف في الموضوع. بنتي اللي زعلانه واشتكت لك يا باسم؟ اه طب لما تجيلي. برضه يعني ايه البنت تشتكي من امها؟ والله اللي يعز ويذل. لو تفتحي الموضوع ده تاني يا امينه، ولا اعرف انك اتكلمت فيه ولا اتدخلت فيه ولا فكرتي انك تمنعي سندس انها تروح لامي، ولا امي تطلبها في حاجه وهي ما تعملهاش، ما انت قاعده على ذمتي دقيقه واحده وصلت لكده يا وليد؟ واكتر من كده كمان، ومستعد اخليكي زي البيت الواقف في بيتنا اهو وتشتغلي خدامه ليا بقى. يعني تضحي بيا عشان خاطر امك؟ طبعا، هو انا اعوض امي؟ انما انت في داهيه يجي غيرك، ده امي. والكلام لو عاجبك امين، مش عاجبك سمعيني ردودك. لا خلاص بقى يا وليد، هو بعد كلمتك برضه اقدر اتنفس ولا اقول كلمه؟ بحسب عم باسم، امك انا هنزل اراضيها تمام، وانت لو زعلان حقك جه وحق امك جه، ولو عايز اكتر من كده انا مستعد. لا يا عم كفايه كده، انا مش جاي اخرب بينكم لا سمح الله، انا جاي بس افهم امينه ان دي امنا، رحنا ولا جينا هي معانا. ليه يعني ليه تعملي كده والحركات الخايبه اللي انت بتعمليها دي يا امينه؟ امال لما انا اتجوز بقى ومراتي تيجي تشوفك بتعملي كده مع امي، هي هتعمل ايه؟ اتجوز بقى بسرعه عشان مراتك تبقى تقعد بمامتك ان شاء الله كده وتخدمها، وعيالك يروحوا يخدموها بسرعه بقى يا باسم. انا عارف ان انا هجيب بنت وصول وهتستحمل امه وهتقعد تحت رجليها خدام. انا استاذن يا وليد. قوم يا حبيبي، قوم يا فاهم حبيبي، مراتك عشان الصح من خاطر الغلط. مراتي كده شكلها كده عايزه ايه؟ عايزه كلام بقى يزعل بصحيح. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه بقى اللي انت عايزاه في الاخر كده؟ عايز افهم انت عايزه ايه؟ يا وليد انا والله مش قصدي حاجه، بس البنت عندها امتحانات ومذاكره، واحنا فينا اللي مكفينا، شغل البيت على دماغي وطلباتك على دماغي وكل حاجه على دماغي، وانا شايله كل حاجه لوحدي. انت يا دوبك بتشتغل بره بس، وانا العبء كله عليا. مش بهدف والله ان انا اقصر مع ماما. بعد ده كله عايزه ايه؟ بصراحه بقى مش عارفه ومحتاره، هل فعلا رأي وليد اللي صح والمفروض ان انا اراعي والدته واخدمها، حتى لو ده هيجي على بيتي وعلى ولادي، او حتى اسيب لها بنتي تراعيها او تشوف مساعدتها ايه، ولا برضو ده هيبقى غلط ويضر البنت في مذاكرتها او في مستقبلها، او ان هي كده بتقلل من نفسها؟ يا ريت فعلا كلكم تقولوا لنا ايه الصح وايه الغلط ورأيكم ايه. السلام عليكم.